هذه إذاعة الوفاق، صوت الجماهير الإريترية. إذاعة الوفاق الوطني تابعة للجماهير الإريترية، وتبث برامجها من المهجر بواسطة الأقمار الاصطناعية كل يوم سبت من 8:00 صباحا إلى 9:00 صباحا بتوقيت أسمرة، إلى كافة الربوع الإريترية والمناطق المجاورة بكل مصداقية وأمانة. مرحبا بكم مستمعينا الكرام مع إشراقة شمس كل سبت ومن إذاعتكم صوت الوفاق الوطني الأريترية. بعد أن استمعنا للفترة الأولى من بث إذاعتنا بلغة التجرينية، نقدم لكم ما يشرح الصدور وينير العقول. هذه إذاعة الوفاق الوطني الإريتري. هنا إذاعة الوفاق الإريتري. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم بخير. نبدأ برامجنا لهذا اليوم السبت 18 من يناير 2020، وسوف يتضمن برامجنا مقال سياسي بعنوان ظاهرة زهد الشباب الإريتري في العمل السياسي بقلم المهندس كمال أشواق، ثم برنامج رسالة يناير من إعداد والتقديم الأستاذ أحمد شريف. واخترنا لكم أيضا أغنية إريتريا السمود للفنان الكبير الراحل محمد الوردي وشعر باللغة التجرايت. ونتمنى لكم وقتا ممتعا مع برامجنا. هنا إذاعة الوفاق الإريتري. مستمعي إذاعة الوفاق في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. في تعليقنا السياسي لهذا اليوم نتناول مقال بعنوان ظاهرة زهد الشباب الإريتري في العمل السياسي بقلم الباش مهندس كمال أشواق. إن ظاهرة زهد الشباب في العمل السياسي تبدو كعادة غيرها من الظواهر الاجتماعية ذات بنية معقدة التركيب، ولا يمكن اختزالها في سبب واحد ومباشر أو طريق حتمي تسير فيه سيرورة التغيير. إن معظم الكتابات والأحاديث التي دارت حول تحليل هذه الظاهرة كانت تنزع الأمر إما إلى منزع كمي يتعلق بالأرقام بشكل مباشر على حساب التحليل والنقد بشكل منهجي، أو منزع اختزالي يعزو الظاهرة بكلياتها إلى مسألة الاستبداد السياسي وفساد التيارات السياسية فقط. وكأن طريق الديمقراطية إذا مهد لهؤلاء الشباب سينخرطون في العمل السياسي بحماس وهمة على أي حال، كلها تظل منازع اختزالية تغفل جوانب غاية الأهمية وأسباب ذات تأثير ومدى أوسع حول مفهوم السياسي والفاعل في العمل السياسي. يظل الزهد السياسي وليد الأزمات، وهذا يمكن رصد خيوطه بسهولة وسط المثقفين والطليعة، فهم سريعي النكوص من العمل السياسي حال حدوث الأزمة. إن ظاهرة تراجع الشباب عن العمل السياسي موجودة حتى على مستوى الدول التي تتوفر فيها الحريات والإمكانيات والفضاء السياسي الرحب، لأن الأمر في بعده الموضوعي متعلق بطبيعة الشباب من حيث صعوبة تأطيرهم وفق برامج سياسية محددة، لأن ذلك يصادم طبيعتهم الجانحة إلى التمرد والقلق والتغيير. لكن هذا لا يعني أن يتركوا هكذا، فإن واجب القوى السياسية الصبر عليهم وتقديم مشاريعها السياسية بطرق تواكب طبيعة هذا الجيل القلق. إن الحالة الإريترية ليست بمعزل عن العالم، هناك هوة كبيرة بين الشباب الإريتري وقياداته، حالة من عدم الثقة وعدم الموضوعية، إضافة إلى غياب الحوار بين الطرفين. مأزقنا الآن إننا بين قوى سياسية غائبة الحوار بينها والشباب موسمي بامتياز، مع فقر رؤية هذه الأحزاب في استيعاب الشباب. لم نقرأ أو نسمع عن تصورات مكتوبة من قبل هذه القوى المختلفة حول قضية استيعاب الشباب داخل الحراك السياسي المنظم،
وبذات القدر فإن سلوك العويل وشتم القيادات والانتقاص من مقام الآباء الذي يقوم به الشباب عبر هذا الفضاء لا يعبر عن حالة نقد ولا يبشر بأن هذا الجيل حريص على مسألة المشاركة ووضع بصمته الخاصة في تقديرنا. نحتاج إلى طريق ثالث بين الشباب وقياداتهم السياسية الموجودة الآن، طريق ثالث تبذل فيه هذه القوى مزيد من الجهود في الاقتراب من الشباب ولو على مستوى التثقيف السياسي ببرامج هذه القوى المختلفة، لأن مسألة المشاركة السياسية تظل ذاتية مصدرها رغبة الأشخاص، وعلى الشباب الخروج عن حالة التشاؤم والإحباط عليهم الانتقال إلى مربع أكثر رزانة ومسؤولية، وهو النقد المعافى وفق منهج وأدوات معروفة. إن الشتم والكذب والنيل من قياداتنا السياسية يخدم النظام الطائفي بالدرجة الأولى، كما إنه يوسع الهوة أكثر بين الشباب والقوى السياسية. إن مسألة شعور الشباب بالغربة تجاه العمل السياسي هي حالة عالمية بامتياز، لأن الناظر إلى الراهن الإقليمي الذي نقع ضمن جغرافيته إفريقيا وعربيا لا يستغرب حالة الضمور التي يعانيها الشباب الإريتري تجاه العمل السياسي وحتى المدني، إلا ما كان في نطاق اللحظة وجهد الأفراد، لأنه قائم على منطق الطوارئ وليس التأسيس بشكل منهجي صلب. لا أحد يمكنه أن ينكر أن قوانا السياسية مهترئة وجهدها لا يرقى إلى جذب الشباب، ناهيك عن إسقاط النظام الطائفي في أسمرة. لكن علينا ألا نقفز خارج الأسباب الموضوعية التي جعلت المعارضة الإريترية عاجزة عن إحداث اختراق حقيقي لصالح مشروعنا المقاوم. العالم وعلى رأسه الولايات المتحدة تمارس الفصام السياسي، فإن نظام أسمر مهما ارتكب من فظائع متصلة بحرية الأفراد، الإعلام والعمل السياسي العام، يظل النظام خيار أمريكا وحلفائها. لكن هذا لا يعني أن نتوقف المعارضة عن المناورة والتكتيك تجاه معسكرات سياسية أخرى تدعمها لإسقاط النظام على أي حال. المعارضة ليست جيدة، وبذات القدر الظروف التي تجعلها تتقدم معقدة جدا. في ظل هذه الظروف كان الأنسب أن يتجاسر الجميع في مساندتها والانخراط في نشاطها، على الأقل في إطار المناصرة باعتبارنا على ذات الطريق. للأسف، ومن خلال ما قرأته عبر صفحات البعض من الشباب الإريتري، نقدهم للمعارضة لم يتجاوز محطة الشتم والانتقاص، بل يصل الأمر إلى مستوى الكراهية. هذا كل الذي نقدمه حتى رؤيتهم للتغيير داخل هذه التيارات الساذجة. فإن تصور الغالبية لمفهوم التغيير هو أن يذهب القدامى ونجلس مكانهم دون تجربة أو كسب ودون تدرج نتيجة انخراطهم في العمل السياسي. هكذا يفكر الغالبية، ودونكم الفضاء الأزرق ومنشورات البعض من يفترض إنهم من الطليعة. وهنا دعوني أشير إلى مسألة مهمة يتحاشاها الغالبية منا. حين نتحدث عن الشباب الإريتري يجب أن نتحدث عن شريحتين حتى نكون موضوعيين. الشريحة الأولى نشأت في إريتريا في كنف النظام ضمن نظامه وأدبياته وتوجهاته، وبالتالي فإن المعارضة في أذهان هذه الشريحة هي كل الشر، وعليه يجب سبها بشكل مستمر والتشكيك في مشروعها المقاوم. الذين نجوا من هذا التوجه الممنهج من قبل عصابة أسمر قلة قليلة تعرفهم عبر هذا الفضاء بمواقفهم وكتاباتهم الكبيرة. الشريحة الثانية نشأت في السودان وأصبحت جزء من الدولة السودانية، لكنها ضمن سياق القضية الأم، مؤمنين بشكل عميق بحق المقاومة والعودة. ختاما، ثمة طريق ثالث يجمعنا جميعا، علينا مهره بالثقة في المعارضة دعما ونقدا معافى، والانخراط ولو ضمن خط المناصرة كحد أدنى، لأن ممارسة العمل السياسي مهم أن يكون مصدره الرغبة النابعة من الذات. علينا جميعا أن نبذل النوايا الطيبة تجاه بعضنا، فإن النوايا البيضاء هي التي تسند المشاريع الكبيرة، مشاريع الانعتاق والسلام والنهضة. إلى اللقاء. إريتريا السهود والنجود هناك خلف الثلة وتومض الحدود، هناك خلف الثلة وتومض الحدود. إريتريا
إريتريا السهول والنجود جبالها تخطو على صدر الهوى جبالها تخطو على صدر الهوى ونسمة تسير في الوريد أمانة الشهيد أمانة الشهيد بسم الله الرحمن الرحيم. في ماضي الأزمنة والأمكنة الشيء الذي يتنافى مع المروءة والصدق كان يتستر ويتوارى بين وسوسات النجوى والبوح، تغشيه النفس في خلجاتها حتى لا يخرج إلى الناس زورا أو بهتانا، ويكون على صاحبه بعدئذ بئس الخصيم. وإما طفح به كيل الذات للنفس الأمارة بالسوء ورانت فيه رغوة الغواية وفاحت منه نواحة الكذب وتقاذفته الألسن بين القرى والأمصار، لا يلبث الناس أن يكتبوا على وجه من أشاع فيهم الكذبة الأفاكة أو شيئا من فحشاء القول والزور الخرب، ويتقاذفونه بألسنة حداد وتلازمه صفة الكذاب الأشر، ثم يتحاشاه الناس قدر ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وهو إذ ذاك لا يجد الكاذب بدا من الانكفاء على نفسه وبلواه، لا يرى في يسره وعسره غير ظله الذي هو له صديق وبئس القرين. هكذا كانت الحياة عندما كان غالب البشر يدفعون بعضهم بعضا إلى الحق والصدق والشهامة ولا يجدون في ذلك مقيتا، فما لكم كيف تحكمون؟ أما وقد تبدل الحال وغدا السواد الأعظم من الناس مشاؤون بالنميمة أكالون للميتة، لا يخافون في ذلك لومة لائم ولا هجرة غائل، ما أن يبسط الحق بينهم موطئا إلا استغربوه وتذابحوه جماعات ووحدانا فكانوا له من القابرين، وما أن يشرئب لديهم باطل فاردا لهم جناحيه إلا وعظموه ووقروه ونصبوا له من الخيام أغلاها وأحاطوه بالسياج إحاطة اليد بالسواك حتى لا يفنى ولا يبلى، ثم راحوا يحرفون باطلهم حقا وحقهم باطلا عن عمد وحمد فيصبح عندهم أمينا مقيما، فما لكم كيف تحكمون؟ ثم ما يفتتئون أن يعلقوا آمالهم على أسرية عجاب ويمنون أنفسهم بنبيذ القيح السراب
وما لهم بذلك من سبيل أو محيص. يتخبط أولئك كالدواب حين يرون المنكر فيعتقدونه شرعة ومنهاجا، حتى لو عقلوا واستقاءوا بطلانه، ويسمعون قول الحق فيتعامون عنه نكاية أو شنآنا، فهم بذلك أضل قواما. وإذ ما أسر إليهم بعض العقلاء من حديث الواقع الضيز ماروا عن الصدق مورا، منافحين عن أضغاثهم بلا مراء، يضاهئون الواقع بالخيال ويضيزونه في أحكامهم نفاقا أو إما شقاقا، فما لكم كيف تحكمون؟ مثل هؤلاء في أمكنة اليوم هم الغلبة الكثر، غالوا حتى استزرعوا الحقل في الهواء، يلهثون في قبضة ماء تساقطت قطراته بين الأنامل، يميلون ميلة واحدة في تصديق ما يقتاته السوام من أنباء بلا تبين أو إعصاف، يتلقفونه ميمنة وميسرا، ثم تسري به الريح تزريه بين الورى شيوخا وولدانا يسبحونه غدوة وعشيا. هل لا أتاك حديث ذاك؟ هكذا يتساءلون. وهل غشاك نبأ هذا؟ هكذا يتسابقون. رطل من هكذا أراجيف صفوانة تصديقها كالتنجيم أو هي أشد. والعجب العجاب أن يسألك علية القوم عن نبأ فاسق تراشق به شخصان، أحدهما أخرق الفكرة والخبرة، عن له وهو حيرانا فاقد الوثبة متكئا على عصا شربه، فشاء له القدر أن يسوس بخزعبلاته خفاف العقول. وثانيه أحمق الدهشة والسذاجة، غمز له من ذؤابة نجسه تناثرت على قصعته الجعة المأروضة، فتلاطمت عند منخره موجات البحر وجمانه، فظنها فروة حصان أشهب، فهمس في أذن الأخرق أن ذاك هو سرجه، كما وعد الأسخريوطي قومه من قبل فصدقوه. وطفق هذا الأخير مسحا بآمال الحيارى، مستمرئا نهج أسلافه الأولين، يجمل لهم ما تلاه كل من مهليت وشرت وويت من أضابير سفر الخيانة. فما لكم كيف تحكمون؟ فالبعض أدمن ما اجترحه سجاح العصر، مستحيا كل شيء حتى أدمنوا استهجانه، ثم أعرضوا عن كل ما من شأنه التلميح إلى هوانهم أمام حنق السجاح الذي أذلهم وأعمى أبصارهم. والغريب أنهم لا يزالون مختلفين، لكنهم في الخنوع ليسوا صفوفا، إذ هم صفا صفا. سجاح العصر قالها مثنا وخماس وتساع، ويح قلبي كم وأدنى وهرقنا، بل طوينا وحرقنا رتل أجيال سدى في متاهات الشهادة. قالها بكل سذاجة: أيها الناس فما لكم كيف تحكمون؟ قالها أبو لهب في المحافل الدولية والعناقات الشجية والابتسامات البلهاء الخرقاء: ويح عقلي، ثكلتنا أمهات تلفحنا بيض أثواب نقشت على أطرافها حبر ألوان ثلاثة، خضر وحمر وصفر، في وسطها نجمة زرقاء خماسية أعناق 5. قال: بسم الذي مر على هذا الطريق منذ عهد الإقطاعيين حتى آخر سليل يهوذا. قال الفرعون مترنما بل شامتا: أجل. قال السجاح: كيف عشنا خرافات وطنية باسم الثورة والنضال. قالها أفاك العصر حتى كلت عقيرته وسالت مقلتاه. قال: كنا وهما أن يرحل 60,000 ثم 30 الذون واللاؤون تلونهم، 3 أجيال راحت بلا مثقال معنى. قالها مسيلمة العصر: ولم يحرك أحد ما وطره أو يتحسس فحل ما سيفه أو رمحه أو مسدسه. كلما أفضت إليه الخيانة العظمى هو ذاك الذي يعض على يديه حسرة وندامة، وفي يمناه إما كوب لعنة أو قهوة يأس، وذاك يتناجى في المآتم والخيام
في مقولة زهير ابن أبي سلمى: بقرت شويهتي وفجعت قومي، وأنت لشاتنا ابن ربيب، قذيت بدرها ونشأت معها، فمن أنباك أن أباك ذيب. إذا كانت طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب. فهل تجدي مقولة الزهير فتيلا؟ فما لكم كيف تحكمون؟ يا قوم، أتهيجون لحديث الأحمق مع الأخرق، وتتركون ما رشح به هولاك العصر دون ما خوف أو وجل؟ قالها مقسما باسم كل الشياطين والأبالس الذين يعبدهم من دون الله. قال أن لا وجود لدولتين، ولا مناص لشعبتين، ولا مجد لثورتين. فهل كان سجاحكم يهذي آنذاك؟ فما لكم كيف تحكمون؟ فقد رتق حفيد الهساين لحمة الوصل بين أهدافه والخيانة، بل أغدغ ربيب الهساين قصائد الحمد والمنة على كل أصحاب الجرم الذين نكبوا البلاد والعباد صوت عذاب. وما أدراك ما العذاب؟ الحرق، الشنق، التمثيل، شق البطون، ثم ما أدراكم العذاب. لقد أذاقكم أبو لهب حنظل أهدافه التي رسم فصولها قبل 5 عقود بحداقة شيطانية، وأكل الناس، نعم أكل الناس عقيقة مولوده دولة العهد القديم، ثم لم يزل ناتفا ريش ذاك الوليد واحدا بعد الآخر حتى أوشك أن يغدو مولوده عهنا منفوشا. فما لكم كيف تحكمون؟ ألم يفرغ الفرعون المثاوي من سراتها؟ ألم يسحر المآوي من هداتها؟ ألم يسعر الفرعون الأرض في جحيمها؟ ألم يطارد الولدان في أحلامها؟ ألم يقطع حشى القواعد في أكبادها؟ ألم يطارد الأحرار في أمانها؟ ألم يسفك الدماء ذلك الفرعون حتى جاوزت رقابها؟ ألم يحرم أن تلازم الأقوام أمر ربها؟ ألم يدنس الإيمان بالأوطان حتى هاجرت ملايين مساقط رؤوسها؟ ألم يزلزل الفرعون البلاد والعباد قبل أن تزلزل الأرض زلزالها؟ ألم يقل قد شق بينكم شعابها؟ ألم يسق إلى السجون والأنفاق والحتوف كل نفس قد علت أصواتها؟ ألم يسفه العلوم والعقول؟ ساق كل الخلق للمجهول حتى ضيعت أسكانها. ألم يضيق الحياة وسع الممات؟ لا قانون للفرعون، لا دستور للفرعون، لا حساب للفرعون، لا عقاب عندما يباشر أشراره سوءات الحكم كيفما بدا لها. ألم يجعل الفرعون مع نكاية وحقد أن يأتيكم الموت من كل مكان؟ فما لكم كيف تحكمون؟ فمن يكون يا ترى من هو أجدر بالغضبة عليه والثأر لنكوثه؟ هلاك العصر أم سفاهة هذا الأخرق لوقاحة ذاك الأحمق؟ وأنه سيأتي من الزهرة الجديدة، نعم سيأتي من الزهرة الجديدة وأحقافها أخلاق قديمة تفسر لكم ما أقسم عليه السجاح ربيبهم في كتابه صراحة. قال: هذا كتابي بينكم ينطق عليكم بالخيانة والبيع والضيم والنسف والعصف والخسف، ما لم يخطر بظن عتل غليظ فاحش حاقد فاسق زنيم. نعم سأنفذ عليكم ما لم يخطر بظن عتل غليظ فاحش حاقد فاسق زنيم. ألم يقل ذاك الفرعون؟ فكيف تضعون كتابه وراء ظهوركم ثم تتصيدون وتصيحون أبطالا مردة في حديث الشراح الطفيليين؟ فما لكم كيف تحكمون؟ السلام عليكم. أحمد شريف.
إلا لا لريان بالحدي بالهقاين لا رد مدور ذبيح مخورا لو ماين ولادي اللودي بشفير ولا علماء فطاين أيا قيسوا بلوم سأل منهم لخاين حرط يوم السلمات اندرف الحصاين انبل ذليب وتهمت قايد يوم لباين لا لستور سرا صاور يوم مكاين والدم لقبو إلى تأثير والأخبار لا توين أخبار للباب بالأساد يبر والتمداين والدم الحبير دنقاقا بيجوك ولا بلاين أيا قيسوا بلا شايب لندت لاكا أنسنا دماد ولا جنيت باكا سأل منهم يبال حبا وآكا مفقار ضهايقا صوم موداقا والولع عنها اللوم التدحاتا صرنا من دؤ مروة ودو وخير لبلتهاقا صبرت لو وصلات مولاي لبا وساتا حكم ربي رضاته وكيد قلتاكا ودبينا دم لجاهل من تذكين هالفكا من كتمر الميبوح قديبت كم تتكا ميتلك هرست كالعلماء سجنكا المثلال بريه من ظلام ملكا شيطان فالحديبة سنيت لك لرقاركا وعد قرد ديبا الأنوار بارهت أقسانكا وانقيل نسوى جني ديما يلحقكا غشيم للبلبو من يتمره السالكا إلا حجار ملا فذوي تمسن لفكا نسي من كبكليك حتى من دي تايبكا غشاشيت الدنيا تتبطى ترجى فركا ودواريت الدنيا ولد قبيتها الفكا بالعديبة وستات من ديت مسلكا وكما تتقل فنقوحي لتأخر خبركا ستقل كما برود أهوال اللي تخدمكا ظلمة اللي تبين وحفر الصباب مسكبكا ترديبة والسمي سنوكو ودايكا استغفرك ديب ربي وتعوذكم من حالكا وشاركيت لك لاني كبوت قلل من صوركا استنتنت لنفيسكم سلب الحق غيابهم حالهم ربي ذليا وحنا بنا مسيوم رحمة ربي صبير ونترسى على دارهم فرج قروب لقباك بدحنهم نور يوم بدحتي كون ديبو مولاي نوسو خلق يوم جورو ديبهم لأكبركا وبرحمتك التالي يوم كريم انت وعادل وعالم ببني يوم اللي مريد أقللا ديب لا تقبل قبل يوم ولا جنيد تعابا وادم عليك ود يوم واللي امهات لتباكل الباب ولوس سرام واللي شايب لنوكل التقابل قبل يوم مثلته فجير وبايا كامة يوم وقالهم وكلا ديل رمة يوم إبليسانهم لتقوما أكيد ديبا مقتنام وبقرام لفقورا طباب ريا مكرا يوم وبقرام لفقورا طباب ريا مكرا يوم هنا إذاعة صوت الوفاق الوطني الإريتري. مستمعين الأفاضل، إلى هنا وتنتهي بث برامج إذاعة الوفاق المعدة والمقدمة لهذا اليوم. باسمي ونيابة عن أسرة المحطة أشكر حسن متابعتكم على أمل اللقاء بكم يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة الوفاق، صوت الجماهير الإريترية.